الله اليوم تستفادوا وتاخذوا برشا نصائح وبرشا فوائد على كيفيه الوقايه من مرض السيدا. مساعدة قبل إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والعمل البشري. الحمد لله اليوم توفقنا باش نظمنا يوم تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي للسيدة، معناتها بالشراكة مع الهلال الأحمر يعطيهم الصحة عطاونا الصالة وعاونونا، وبالشراكة زاد مع المندوبية مع الصحة، المندوبية بتاع الصحة عطاونا دكتور مبروج يعطيه الصحة اللي عمل المداخلة بتاع السيدة، وتفاعلوا معاه الشباب الكل كما تراو جاو أكثر من 100 شاب وشابة تفاعلوا مع الحصة وطرحوا الأسئلة، وعملنا معناتها مداخلات للشباب باش نشوفوا رايهم على مرض السيدة، وخرجوا فرحانين لأنهم وزعنا مطويات على المرض هذا يتعرفوا عليه ويعرفوا خاصة طرق الوقاية منه. احنا دورنا اليوم كان توعوي وتحسيسي وتثقيفي واكثر منه لفائده الشباب، يعني بنات وولاد نعرفوا في مرحله هما حساسه ويلزمهم اكثر توعيه واكثر تثقيف، خاصه السيدا يعني مرض هو ما يرحمش، ويلزمنا نعرفوا كيفاش نتفاعلوا معاه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا، اعطيناهم يعني معلومات تفيدهم في الحياه اليوميه نتاعهم. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدة عافى الله الجميع الموافق ل 1 ديسمبر من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بزغوان والإدارة الجهوية للصحة بزغوان يوم تحسيسي وتوعوي حول مخاطر هذا المرض وأهمية التقصي المبكر اللي موجود عبر عدة ولايات الجمهورية. في هذا النطاق هذايا نظمت المندوبية اليوم التحسيسي والتوعوي لفائدة شباب المنطقة اللي هو شباب من معهد سليمان بن سليمان. نظمنا اليوم هذايا لتوعية الشباب حول أهمية كما قلنا مخاطر مرض السيدة وكيفية الوقاية منه اللي قدمها لنا الدكتور محمد طاهر مبعوج مشكور، وإن شاء الله تتواصل خلال شهر ديسمبر كامل شهر ديسمبر هالحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة خصيصا للشباب. تعديت باهية برشا، تعلمنا برشا حاجات كنا نعرفوها وزدنا فهمناها أكثر، برشا حاجات ما عرفناهاش سألنا عليها فهمناها، حاجات كيف ما هكا باهيين ياسر باش سورتو معناتها لي جون باش يعرفوا في حياتهم كيفاش يتصرفوا نهار آخر. أي صفات تعديت معناها باهي، خدينا برشا معلومات جدد بالرغم من الحكاية هذه معناها معروفة في معناها مي برشا حكايات جدد معناها عرفناهم اليوم، وصفات تعدت معناها بالباهي